السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهاردة؟ انا جايبه لكم وصفة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل البفتيك. انت بتهرجي؟ ايوه يا ولاد، احنا هنعمل البفتيك. انا ما بهرجش ولا حاجة، والله بفتيك قدامكم اهو. بفتيك ولا مش بفتيك؟ بفتيك، ولازم نعمل البفتيك عشان محدش يتكلم. البفتيك دلوقتي يا جماعة وصل سعر الكيلو فيه 300 جنيه، بس برضه هنعمله. هتعمليه ب 300 جنيه؟ انتوا عارفين ان انا هعمل حاجة زي كده ب 300 جنيه؟ لا، احنا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، وكمان متماسك وطعمه في منتهى الجمال. انتوا شايفينه عامل ازاي؟ يعني انا بوريهولكوا بعد ما عملته. متماسك، طعمه حلو، حكاية تحفة وخرافة، ومش هتفرقيه عن البفتيك الاصلي. ما هو يا جماعة، في بفتيك اصلي وبفتيك مش اصلي. ايوه، في بفتيك اصلي وفي بفتيك كداب، بس مش اي بفتيك. طريقه سهله جدا. عايزين تعرفوا انا عملته ازاي؟ نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونخش في الفيديو. احنا اللي هنحتاجه مع بعض دلوقتي يا جماعه ده نص كيلو لحمه مفرومه. حلو الكلام، كلام جميل. هجيب عليه بصلايه حلوه كده صغيره، واحط عليها شويه ملح وشويه فلفل. تمام. وبعد كده احط شويه فلفل اسمر وشويه ملح تاني وشويه بابريكا. ليه البصلايه انا حاطه عليها شويه ملح وشويه فلفل صغيرين؟ على ما ابدا اجهز حاجتي كده ما تكونش البصلايه ريحتها وطعمها غيره. الملح والفلفل بيخلوا طعمها متبل وحلو. واحط بقى 3 معالق بقسماط. حلوه حلوه. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. خلوا بالكم يا ولاد بقى عشان نعمل البفتيك. عشان كده الناس بيقولوا ايه ده، كيلو اللحمه ب 300 جنيه؟ لحمه البفتيك، حته البفتيك اللي بتتعمل دي كيلو بقى ب 300 جنيه يا جماعه. فانا ازاي بقى الدنيا غاليه كده وبعمل البفتيك؟ احنا ما بيهمنيش، احنا نعمل بيه البفتيك. ورمضان جاي علينا، كل سنه وانتم طيبين. السفره بتاعتنا مش هتحلى من غير البفتيك. البفتيك يا جماعه عشان محدش يتكلم، عشان محدش يقول حاجه. المهم ما علينا. هبدا بقى اخلط مكوناتي كلها ببعضها واعجن فيها كده جامد. لو عندك كبه خديها وش في الكبه. انا عندي. بس الناس اللي ما عندهاش كبه بوريهم ازاي انا بقلبها بايدي كويس. تنيكي بقى تلفي فيها كده شمال ويمين شمال ويمين لغايه ما تبقى عجينه كده، حته واحده معاكي. الكبه طبعا هتعملها لك على طول، بس في ناس ما عندهاش كبه، فاحنا مفيش حاجه بتقف قدامنا. بصوا بقى قلبتها كده. بصوا يعني كانك بتعجني. بصي شكلها بقى عامل ازاي. كل ما تدخلي التوابل بتاعتي وتقلبيها كويس كل ما بتتمسك معاكي وبتبقى حته واحده. حلو الكلام، كلام جميل. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة. دي وصفة من وصفات رمضان يا جماعة، اللي انتوا هتحبوها قوي قوي قوي، ولادك مش هيستغنوا عنها. بصي بقى، نبدأ نجيب بقى كده كيس بلاستيك بعد ما خلصنا، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونعمله كورة. تنسوش يا جماعة بقى تشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع ان عارفة انا مش هقول لكم كده تاني، انتوا وضميركم بقى عايزين تشتركوا، عايزين تشجعوني، عايزين تتفرجوا على فيديوهاتي، انتوا حرين. هبدأ كده اعمل كورتين امامير كده جنب بعض، واحدة في اول الكيس واحدة في اخر الكيس. يعني بجيب كيس تلاجة كده وافتحه وبحطه كده قدامكم زي ما انتوا شايفينه، وبعمل كورتين. هتعملي كورتين تعملي بيهم ايه؟ استنوا يا ولاد، انتوا مستعجلين ليه؟ واحدة واحدة عليا والله هقول لكم. دلوقتي ابدأ اجيب كيس تلاجة تاني وافتحه. يعني كيس تلاجة الاولاني بحطه، وبعد كده احط عليه الكورتين، وبعد كده احط الكيس التاني فوق، وابدأ ادوس عليهم بايديا كده. عايزاها تطلع شكل عشوائي، ما نقعدش نسوي فيها ونقعد نعدلها من الناحيه دي وما اعرفش نعمل ايه من الناحيه دي ونسويها. لا، احنا بنعملها بشكل عشوائي، لان انا عندي حته البفتيك الاصليه بتبقى مش متساويه. صح كده؟ صح. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. ماشي، ادوس عليها كده شمال ويمين شمال ويمين كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اهي. عايزاكم بقى كده ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى، ادوس عليها كده حبه كده وحبه كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بقى بعد ما خلصتها اهيت. بصوا اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حته بفتيك ولا مش حته بفتيك؟ والله العظيم حته بفتيك. بصوا ايه رايكم في الجمال دوت؟ بصوا بلفها لكم اهي شمال ويمين في ايديا، لا اتقطعت ولا حصل لها حاجه، وبتتني وبتروح وبتيجي، وحاجه ايه 100 فل فله. عشان تعرفوا ان كنتوا دايما معايا بعمل لكم كل الاكل الاقتصادي وسهل وبسيط. بصوا يا حبايب قلبي، انا في فيديوهات بتاعتي بعملها ما عليهاش مشاهدات عالية، بس انتوا حرين. اصل المتابعين دول اذواق. انا بصوا يا جماعة، انا عندي وصفة كويسة بعملها اقولها، بقدمها. عندي معلومة مفيدة بقولها، عندي حاجة بتنفع الناس بقولها لهم.
لكن انا ما بعرفش يا جماعة اعمل غير كده، يعني ما بعرفش اقول يا جماعة انا ما اعرفش في ايه ساعدوني، يا جماعة انا ما اعرفش ايه اعملوا. لا يا جماعة، انا بطلع اقول المحتوى بتاعي وبطلع اقول اللي عندي، ورزقي ورزقكم على الله. تمام. تمام. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة. ادينا عملنا حتتين تانيين كده زي ما انتوا شايفين، وببدأ افردهم بايدي كده زي ما انتوا شايفينهم، بطريقة برضو عشوائية. ايه رأيكم في الجمال دوت؟ بجد يا جماعة جربوا الوصفة دي مش هتبطلوا تعملوها، واقتصادية وسهلة وبسيطة. البفتيك ده ما شاء الله هيعمل معايا كمية كبيرة جدا. نص كيلو اللحمة دوت، بصوا انا بعمل حتة كبيرة قد ايه. نص كيلو اللحمة دوت هيعمل لي 12 حتة. لو انتي هتصغري الحتت عن كده يبقى هيعمل معاكي 14 حتة. تمام. تمام. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة. ايه رأيكم يا جماعة بقى في الجمال دوت؟ انا هوريهولكوا اهوت. بصوا شكله، دول الاربع حتت الاولين اللي انا عملتهم اهم، شكلهم ومنظرهم اهو. وهنبدأ بقى ايه نكرر الحركة ديت لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. دي اخر حتة اهي قدامكم. عمل معايا قد ايه؟ زي ما قلت لكم دوت عمل معايا 12 حتة. لو انتي هتصغري هيعمل معاكي 14. تمام. ابدأ ان انا احطه في التلاجة كده في الفريزر، اسيبه لمدة 10 دقايق، مش اكتر من كده. ليه بسيبه 10 دقايق؟ عشان يبدأ ان هو يشمع معايا، وابدأ ان انا اعرف استخدمه كويس في يعني وانا بجهزه بعد كده في البقسماط. بعد ما عدى ال10 دقايق كده، بجيب معلقتين دقيق ومعلقتين نشا واحط عليهم معلقه توابل لحمه وفلفل اسمر وشويه ملح صغيرين. ماشي، ما تكتروش الملح يا جماعه لان انا عندي توابل اللحمه فيها ملح. وابدا انزل بالميه كده حبه حبه، بسم الله كده، حبه حبه لما اخليها زي سلطه الطحينه بالظبط. حلو الكلام، كلام جميل، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. واللي قدامكم في الطبق التاني ده يا جماعه بقسماط، مش فيجيتار. تمام. دوت البقسماط ده بنجيبه من السوبر ماركت. ده اللي خاص بالبفتيك، لانك لو استخدمتي الفيجيتار او اي نوع من اللي احنا بنستخدمه مع البانيه، هو ما بقاش بفتيك، بقى حاجة تانية خالص. هيديكي بقى ايه طعم البانيه وكده، هيدخلك في سكة تانية. لكن احنا بنستخدم بقسماط ناعم وبس. هبدأ اجيب حتة البفتيك بتاعتي، وابدأ انزل فيها بقى بالخليط بتاعي اللي هو عامل زي سلطة الطحينة اللي احنا عملناه دوت. بصوا يا جماعة جربوا الوصفة دي بجد حلوة. لا فيها بقى لا بيض ولا الكلام دوت. آم، الدقيق مع النشا هيخلوا الطبقة بتاعتي تمسك قوي قوي. مش هيخليها تنطر البقسماط، هتبقى حلوة جدا. حتى لو حضرتك بتعملي بفتيك اصلي، ماشي، اعملي كده، ما تحطوش في البيض ولا اي حاجة. اعملي نفس الخلطة دي اللي هي معلقتين نشا على معلقتين دقيق مع التوابل وشوية مية، وتعمليهم زي سمك سلطة الطحين. برضو هتبقى حلوة معاكي، ومش هتخلي البفتيك ينطر البقسماط بتاعك، او يبقى البقسماط هايش كده وطالع من على البفتيك، وتبقى ايه الطبقة بتاعته مش ماسكة ببعضها. دي بتخليها تمسك قوي. ابدا كده احركها بالراحه كده، واخد البقسماط احطه على وش الحته بتاعتي. ومش عايزه بقى يا جماعه ان انا اهرس فيها واضغط ولا الكلام ده. بصوا انا بعملها بطريقه بسيطه خالص وبالراحه ازاي. بصوا انا بعمل ازاي، شايفين ايدي اهي كده. بصوا يا جماعه بقى ماسكه ازاي. بجد يا جماعه كان متماسك، طعمه حلو جدا جدا، وجربوه ومش هتخسروا حاجه. بصوا وانا عامل كل حاجه قدامكم، انا ما بخبيش عنكم اي حاجه ابدا. كده خلصت الكميه بتاعتي كلها. دي اخر حته كده بعملها اهيت. بس بسم الله ما شاء الله، بجد يا جماعة كان طعمه حلو جدا. طعمه حلو تحفة 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 فوق ما تتخيلوا. الكمية اللي أنا عملتها دي كانت كمية حلوة جدا. موفر. قضت معايا يعني بجد. وصفة من وصفات رمضان هتبقى حلوة جدا جدا لو حضرتك عملتيها لأولادك، أو حتى لو عندك عزومة وعملتيها تبقى حلوة. مع إني أشك السنة دي يعني يبقى في عزايم. بصوا يا جماعة السنة دي في رمضان إن شاء الله عايزين اللي بيعمل عزايم يعمل، وكل واحد عنده طقوس وعنده حاجة بيعملها في رمضان يعملها عادة ربنا ما يقطعهاش، بس نستخدم كل حاجة بالعقل. يعني عايزة تعملي بفتيك في العزومة، اعملي كيلو لحمة مفرومة زي ما أنا عاملاه كده. هيعمل معاكي كمية حلوة جدا، وهتبقى أحلى عزومة كمان. كده أنا خلصت الحاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها اهي كده. خلصت البفتيك بتاعي كله. أبدأ إن أنا أحطه في الفريزر تاني لمدة 10 دقايق تانيين. تمام، عشان يتشمع بقى مع بعضه كده، ويتماسك كله في قلب بعضه. وبعد كده وانا بحمره يبقى ماسك معايا بقى، ابقى ضامنه ان هو لا هيحصلوش اي حاجه. بص ماسكه الحته في ايدي ازاي. وعلى فكره يا جماعه هو مش متلج، هو 10 دقايق بس بيتشمع، مش اكتر من كده. بص بوريهولكوا بقى شكله جميل ازاي، وحطاه في الطاسه كل حاجه قدامكم. ما بخبيش عنكم اي حاجه، انتوا حبايبي واخواتي وصحابي. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا ابدا.
وانتوا عيلتي التانية، وعيلتي مش هتكبر غير بيكم. واي حد فيكم بيكتب لي اي تعليق او اي كومنت انا ببقى فرحانة ومبسوطة بيه جدا جدا جدا. حضراتكم بصوا الحتة طالعة متماسكة وحلوة ازاي، وشايفين اهو انا كنت عاملة جنبه مكرونة، انا حاطة المكرونة تتسلق. بصوا يا جماعة بقى أنا كده، أتمنى إن الوصفة بتاعتي تعجبكم، أتمنى أكون عند حسن ظنكم. يا رب أقدر أكون دايما أقدم لكم الجديد والحاجة المفيدة ليكم، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.